طب ازاي بقى بنعمل التقييم ده للشركات؟ علشان نرد على السؤال ده فاحنا محتاجين نعرف الشركة في انهي ستيج. يعني لو الشركة لسه ما صنعتش برودكت او عندها مجموعة من الكاستمرز بس لسه مش كتير، فهي في مرحلة pre-seed funding, seed funding، فهنا مش بنقدر نقيم الشركة قوي على حسب ارقامها، ولكن بنقيمها على حسب تشيك ليست. ففي طريقتين هنا للتقييم وهما بيركس وسكور كارد فالويشن. اما لو الشركة عندها قاعدة عملاء قوية ومبيعات كتير ممكن في كذا بلد، فهنا ممكن تكون الشركة في مرحلة سيريس A funding فيما فوق، وبنستخدم تاريخ الشركة المالي اكتر عشان نقدر نقيم سعرها بثلاث طرق، وهما cost duplicate, market multiple and discounted cash flow. فتعالوا نبدأ بالحالة الأولى لو الشركة لسه بتبدأ. أول طريقة وهي بيركس. أولا بنقيم قوة الفكرة وقوة وضوح البيزنس موديل، بمعنى هل المنتج واضح، هل هو فعلا بيحل مشكلة حقيقية، هل رواد الأعمال محددين كويس الفئة المستهدفة من العملاء، وهل المنتج مناسب ليهم ولا لا.